فيما يخص كشريكين كحليفين تحدثنا حول القضايا المهمة بالنسبة للبلدين، واللي أكدنا فيها على أن هذا المنطق دائما هو منطق الأسس القوية وأسس التضامن اللي كتجمع المغرب ومصر حول كل هذه القضايا. تحدثنا كذلك على أن المرجعية حول مجموعة من القضايا المهمة بالبلدين هي البيان المشترك اللي كان في ماي بحال هذه السنة في 2022. وتحدثنا كذلك وعبرت جدت موقف المغرب الداعم للحقوق المشروعة لمصر فيما يتعلق بأمنها المائي، وبأن هذه المسألة هي مسألة كتهم أمن مصر ولكن كتهم كذلك الأمن القومي العربي، وبأن هذه القضية يجب حلها عن طريق الحوار بما يضمن الحقوق التاريخية لكل الأطراف بما في ذلك جمهورية مصر العربية. وهذا موقف واضح وثابت للمملكة المغربية وجددته لمعالي الوزير، كما هو بحال اللي قلت حول كل هذه القضايا هذه المهمة بالبلدين. المرجع كيبقى هو البيان المشترك ديال 10 ماي 2022. تحدثنا بطبيعة الحال كفاعلين في القضايا العربية والإفريقية، تحدثنا حول كل هذه القضايا وشفنا بأن هناك تطابق في وجهات النظر، تطابق حول ما يجري من اعتداءات غير مقبولة على الشعب الفلسطيني في غزة، ما يتم من يعني تحطيم للمنشآت وتجويع واقتحام للمقدسات. هذه كلها سياسة اللي ما يمكن لها إلا تزيد تغذي منطق الصراع في المنطقة وتزيد تخلق كل الآفاق للسلام وتغذي التطرف وتغذي الكراهية، واللي بلدينا كمغرب ومصر ومنذ سنوات اشتغلوا باش تخلق أجواء للسلام وتخلق أجواء للتعايش في المنطقة في إطار المرجعيات الواضحة والشرعية الدولية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. تحدثنا كذلك حول الوضع في العالم العربي والأزمات المتعددة، واللي منطق الحوار ومنطق الحلول العسكرية ما تكونش حل في أي من هذه البلدان. الحل هو الحوار، الحل هو اللي كيضمن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية. والمغرب ومصر كفاعلين في النظام العربي كانوا دائما يعني أصوات حكمة وأصوات اللي كتدفع نحو الحلول ولا تصب الزيت على النار، وهذا هو المنطق اللي كنشتغلوا فيه. ولهذا فتنسيقنا دائم. إذا كانت هذه الزيارة الأولى لأخي بدر فتشاورنا تقريبا أسبوعي إن لم أقل يومي حول كل القضايا وحول وقبل كل الاستحقاقات العربية الإفريقية أو الإقليمية. فبحال اللي قلت العلاقة المغربية المصرية علاقة متجذرة قوية عندها أسس وعندها من يرعاها هو جلالة الملك وفخامة الرئيس. دورنا اليوم هو من خلال هذا اللقاء ومن خلال هذه الزيارة هي كيف أننا نفعل الأدوات العملية لنكون في مستوى هذه الرغبة وفي مستوى هذا الطموح. ولهذا هذا كان هو الأساس ديال نقاشنا اليوم في هذه الزيارة. مرة أخرى شكرا على هذه الزيارة أخي بدر، ونتمنى أننا نبقى دائما في هذا الحوار وفي هذا الجو الإيجابي.